بقالي فترة ما عملتش فيديوهات، بس اللبس بقى غالي قوي في المحلات. فانا اكتشفت كام جروب كده على الفيسبوك ممكن اشتري منهم اونلاين، بيبيعوا براند وحاجات حلوة باسعار حلوة. فقلت اصور فيديو اخد ثواب عليكم وعلى صاحب الجروب، عشان ممكن اكون مصدر ابقى سبب في فتح مصدر رزق او باب رزق للناس. انا جيت. ازيكم عاملين ايه؟ لو ما تعرفونيش، انا ساره السيد، بحب اللبس وبحب الديكورات، فقررت ان انا افتح قناه اسمها ساره السيد علشان اقول لكم انا بشتري الحاجات منين وبكام وفين. مستنى الازعاج اللي في الشارع ده يعدي وهبدا الفيديو. من شهر كنت محتاجه بنطلون جينز عشان ما كانش عندي ولا واحد واسع، يعني اللي عندي باظ. فقلت انزل اشتري واحد في شهر واحد. لقيت اقل بنطلون ب1000 جنيه، وبناطيل عاديه عاديه خالص اللي هو ب1000 جنيه. ليه؟ طبعا في ناس عندها ال1000 جنيه ده عادي، بس انا بتكلم في منطق ان انا يعني في ناس مش هتعرف تجيب البنطلون ب1000 جنيه، وانا كواحده بنزل الشغل كل يوم هنزل اشتري كام بنطلون ب1000 جنيه، ففجاه الاقي جايبه 5 بناطيل ب5000 قبض الشهر اساسا. استغربت اول اسعار، اللي هو انا كنت بشتري بنطلون ب400 جنيه، دلوقتي 1000 جنيه حاجه، بقول اقل سعر 1000 جنيه، يعني في اعلى من كده بكتير. فبصراحه في مجمل السنه دي انا لقيت نفسي عارفه كذا جروب انا ما بقيتش اشتري غير منهم، يعني بقيت مدمناهم. فانا النهارده هحاول افتكر معاكم الجروبات دي وهحط لكم اللينك تحت الفيديو. يا جماعه الفيديو اهو، هتلاقوا العنوان تحتيه، هتلاقوا تحت العنوان في حاجه اسمها صندوق الوصف، هتلاقوا الجروبات بقى كلها تمام، علشان انتوا بتسالوني في التعليقات الجروب فين الجروب فين. انا ببقى حاطه اللينكات اصلا، بس انتوا مش بتبقوا عارفين او مكسلين. نبدا في الموضوع. في اول جروب انا مؤخرا بتشتري منه، بتبيع جواكت بدل كتير، بتبيع فساتين، بتبيع تيشرتات، بتبيع بيضات، بتبيع بناطيل، بتبيع كل حاجه، وطرح ساعات بشتري منها طرح. هي لبس اوروبي، بس هي بتبقى مظبطاه وكوياه، والاسعار بتبقى في رينج من اول 50 جنيه لحد 500 600 جنيه، يعني ده اغلى حاجه. طيب ورينا يا ساره انت اشتريتي ايه المره دي؟ طيب طبعا الحاجه بتبقى جايه بالمنظر ده، بتبقى جايه في الاكياس مغلفه مكويه، ريحتها حلوه كل حاجه. وهي اسلوب الشراء عندها بيبقى كاتبه كل بلوزه مثلا قدامها مقاسها طول وعرض، ماشي؟ فانت تشوفي مقاس البلوزه بتاعتك طول بعرض كام، وبتشتري منها اونلاين عشان المقاس يطلع مظبوط عليكي. طيب اول حاجه، طبعا انا شفت الحاجات دي كلها، بس انا حطيتها في الاكياس تاني عشان لسه هستخدمها الشهر الجاي لما الدنيا تبقى حر قوي، عشان انا لو لبست الحاجات دي دلوقتي ممكن اتلج. احنا بدأنا نلبس لبس صيفي. اول حاجه البلوزه دي، بصوا عامله ازاي. اهي، شايفين اهي، فيها الكمام بتاعتها عسوله قوي. بعد ما طلبتها اكتشفت ان هي اصلا طالعه ترند السنه دي. وعلى فكره هي عندها كذا، يعني كذا ستايل يعني عندها كذا لون من الستايل ده، بس انا اخترت الاسود عشان انا بحب اسود، اكيد باين. فدي اول قطعه، تمام. مش فاكره هي كانت بكام قوي، بس اعتقد ب200 وحاجه. تاني قطعه، لا ده مش الجروب ده، استنى جبت حاجه انا شايلها من زمان ولبستها مليون مره، بس انا بحطها في كيس عشان احافظ عليها، افتكرتها فيهم. مش مركزه، معلش بقالي كتير ما صورتش. بصوا انا بحب البس جيب والبس عليها حاجات طويله، فبحب التيشيرتات الطويله، فانا اشتريت ده على اساس ان هو قماشته التيشيرت، بس هو لقيتها قماشته زي قماشه البلوزات كده، يعني احلى من التيشيرت. ده اعتقد كان ب175 جنيه. بصوا الستايل بتاعه من الرقبه، ستايلها عاجبني قوي. هي براند بوهو، انا اشتريت البراند ده قبل كده كذا مره، فانا عارفه ان بصوا كبيره اهي، كانت ب175 اهي، ماشي. ده تيشيرت عادي حلو برضه، البسه على الجيه بتبقى طويل كده اوفر سايز عليها، او على اي بنطلون جينز يبقى برضه حلو. واشتريت فستانين واسعين، ده اول فستان جينز اهو. طبعا الموبايل بيتعوج، طبعا في لبس بيبقى بالتيكت وفي لبس من غير تيكت، تمام؟ علشان ايه يعني؟ ده بالتيكت اهو، ده بالتيكت بتاعه، بصوا اهو، وطويل وفي فتحتين كده من تحت. عندها هي يعني فساتين كتير، عندها حاجات حلوة، بس انا اللي بيربطني الفلوس والمقاس. لما اشتريته انا قسته عشان حسيت، بص هو ستايله غريب شوية، بس هو يعني ايه، لسه هظبطه. ده براند ايه؟ مش فاهمة اصلا حاجة فيه، ماشي.
ده بصوا اشتريته، بعد ما اشتريته اكتشفت ان اللون ده اصلا طلع ترند قوي، بس انا ما اشتريتوش عشان هو ترند، عشان هو كان عاجبني شكله. الجروب ده اصل مكانه في المنصورة بس بيبيع اونلاين، وزي ما انا قلت لك الجروب بتعرفي تشتري منه ازاي، ان انت بتبقى كاتبه على كل قطعه مقاسها، انت بتمسكي المازوره بتقيسي عرضك وطولك وطول الحاجه علشان تبقى عارفه مقاساتك، عشان هي ما بتبيعش سمول وميديوم وكده، عشان هي بتبيع لبس اوروبي، فاللبس الاوروبي مقاساته غير مصر، فعشان تبقي فاهمه النقطه دي. طيب اول جروب هحط لكم اول لينك. في جروب انا كنت بشتري منه زمان قوي من سنه، بس هو دلوقتي الجروب ده غيرت هي طريقه البيع بتاعتها. هي كانت الاول بتبيع برضو تيشيرتات وبناطيل اوروبيه وكده ومصريه، حاجات اللي هي الفينتج المصري. انا كنت شاريه منها حاجات قبل كده، مش عارفه في حاجه باينه عندي، يعني انا كنت شاريه منها الجاكيت ده وبالصدفه طلع ورايا، كنت شاريه منها جاكيت البدله ده كان ب50 جنيه، يعني انا فاكره، أنا لسه ما لبستوش، هو اتطرب عشان مركون من السنه اللي فاتت، لسه هغسله. وكنت جايبه برضو منها الجيليه، نفس الجيليه ده، الجيليه ده كنت شاريه منها كان ب35 جنيه. بس هي دلوقتي غيرت شويه في الحاجات اللي هي بتبيعها، على فكره والله هي ليها نصيب اقول اسمها، علشان انا ما كنتش عارفه ان انا حاطه حاجه ورايا من اللي انا شاريها من الجروب، بس بقول لكم نبذه مختصره كده لعل وعسى يعني. هي دلوقتي غيرت الحاجات اللي بتبيعها، بقت بتبيع فساتين شي ان بالتيكت بتاعها مقاسات كتيره، كانك دخلت على الموقع، يعني انت هي بتنزل كل اسبوع اعتقد حاجه فساتين شي ان بقى للمحجبات وكده. برضه هحط لكم الجروب بتاعها. طبعا انا ما بقولش اسامي الجروبات علشان هم بيقعدوا يغيروا في الاسامي، مره سموه فيونكه، مره سموه ورده، والجروب اللي هو سوق الاوروبي ده ساعات بتسميه السوق الاوروبي، ساعات بتسميه براندات نوها، ساعات بتسميه مش عارف ايه. فانا الخلاصه ان انا هحط لكم اللينك، هو تغير بقى اسم الجروب مليون مره، احنا كده كده معانا اللينك تمام، كل الجروبات بتغير اساميها. طيب فانا دلوقتي قلت لكم الاثنين دول، اللي عايزه فساتين شي ان بتتباع زي مش من الموقع، بتبقى اسعارها بقى نص الموقع، الفستان ب 250 جنيه، ب 230، ب 200، هو كده اسعارها كده. طيب في جروب تالت، في جروب تالت. طيب برضو عشان ربنا يرزق، في جروب بقى انا بشتري منه شي ان اي حاجه انت عايزاها بقى من الموقع، جروب ما ينصبش عليكي، بيبيع شي ان برضه هحط لك بس ده من الموقع، انت بتختاري الايتم اللي انت عاوزاها، وهي بتسعرها لك على حسب سعر العمله بتاعتك دلوقتي وكده، وبس من غير جمارك برضه انت بتوفري. كنت شاري منها الكاب ده، الكاب ده كان بيتباع في المحل ب 300 جنيه، انا عشان كنت شارياه منها بدون جمارك كنت جايباه ب 150 جنيه، دلوقتي ما اعرفش بكام، كنت جايباه من سنتين ثلاثه. برضه هحط لكم اللينك بتاعها، اسمه شي ان باي ايه دي بقى قمه الاحترام، برضه انا كل الناس اللي بتعامل معاهم محترمين، وخدوا بالكم ان انا بدفع لهم الفلوس وبشتري، فانا بتعامل المعامله الحقيقيه بتاعت العملاء فاهمني يعني. في دبانه تنحى، ما اعرفش انا عايزه مني ايه. في جروبات تانية، بصوا انا عقلي معمول دلوقتي، بس اللي هو ربنا رايد له الرزق انا هقوله، يعني والله انا مش بمزاجي خالص. في جروبات تاني، في جروب برضو انا بشتري منه اونلاين وعندها محل بس في المنصوره، في مدينه مش في مدينه مبارك، مدينه اللي هو مجمع المحاكم، برضو انا بحبهم قوي وناس محترمين قوي. برضو هحط لكم اللينك بتاعهم، بيبيعوا لبس برضو حلو قوي، بلوزه ب 150 جنيه وب 200 جنيه و100 جنيه، وبتبيع لبس اطفال كتير قوي حلو، يعني براندات حلوه وشي ان بتبيع بقى كل حاجه، يعني بشتري منها برضو كتير، بس انا دلوقتي مش شاريه حاجه منها، مفيش حاجه هنا منها صح، لا مفيش، بس انا بشتري منها كتير قوي بصراحه. الجريده انا شاريه من الوكاله يعني عشان لو حد قال لي انت جايبه الجريده منين، اهو انا شاريه من الوكاله، يعني صدفه كده، نفسي اشتري منهم تاني والله، بس انا ما نزلتش الوكاله، انا ما نزلتش الوكاله بقالي سنتين ثلاثه، فانا ما بقيتش بعرف اشتري من المحلات او حتى من اللوكال براند، عشان دلوقتي في محلات لوكال براند بتعلي الاسعار قوي، وهي الحاجه رديئه، يعني هم بقوا بيبيعوا حاجات انا مش فاهماها، ما بعرفش البس لبس رديء يا جماعه. انا يا جماعه متعوده البس لبس خامته حلوه
وبقيت بفهم في الخامات، ودي حاجه تعباني علشان انا ما بقتش بعرف البس اي خامه، والخامه اللي انا هلبسها في المحل في بلدها هيبقى لافات بمعنى الكلمه. فانا كنت بنزل الوكاله، دلوقتي انا بقالي سنتين ما سافرتش الوكاله، فتعودت على حاجات معينه، اتعودت على الخامات. فالجروبات اللي انا قلت لكم عليها دي بتبيع حاجات زي فكره الوكاله او انضف شويه وباسعار زي الوكاله بالظبط دلوقتي. فيا رب تكون في ميزان حسناتي، ويا رب تستفادوا وكل الناس تستفاد. ولو حد عنده اي سؤال اكتبها لي في التعليقات، انا برد على اي تعليق برد عليه. لو ما ردتش على تعليق اعرف ان النت قاطع عني. تمام، يلا اشوفكم على خير، سلام. ما تنسوش اللايك والاشتراك.